من مصر. من مصر، يا أهلا بيك، يا أهلا ومرحبا. مسلم سني موحد؟ نعم. يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا. صليت التراويح؟ اي صليت. 100 100. يلا نعمل البدعة. لا، استغفر الله العظيم، ليش ما تتقي الله؟ احنا في رمضان. شنو تحريف ومتم ما تحريف؟ هذا قول عمر. عمر قال إن نعمل بدعة هذه. عجيب، عمر ما يتقى الله. لا احكي على القرآن، انا احكي على القرآن. ها تتكلم يعني ما تقصد كلامي أن نعمل بدعة على التراويح؟ نعم. طيب أنت ما سمعتني أنا لا هذا قلت؟ حوار اخر. طيب أنا قلت نعمل بدعة على صلاة التراويح التي قالها عمر في صحيح البخاري ومسلم. نعم يلا مو مشكلة. نعم ونعم. نعم، أنت كل نعم عندك الوضعية. طيب تفضل، ما هو إشكالك؟ القرآن إيش فيه؟ القرآن مزعلك؟ ليش تقول القرآن محرف؟ أي نعم، القرآن محرف لأن نبيك مات لم يجمعه والصحابة اختلفوا فيه فلم يجمع جمع كامل، ولا يوجد عندكم تشريع كالشيعة أن تتعبدوا به. النبي لم يشرع لكم. هل لديك نص أن النبي قال لك خذ بمصحف عثمان؟ أنا الآن أعلن كفري. ما في. ليش ما تتقي الله بس؟ ليش ما تتقي الله؟ ها ما في؟ بطل كافي كافي كلاوات كافي. قرآن محفوظ بأمر الله. إن علينا جمعه وقرآنه. إيه، ومن اللي عند عثمان ولا عند ابن مسعود ولا عند عائشة ولا عند ابن عباس؟ هذه قراءات وبينا امبارح في الحديث. ما هي أبي بن كعب. ما هي القراءات؟ انت صاحب قول يقوم ويجلس، صح؟ يقوم ويقعد. لا لا. لا انت حينما قلت اذا مررتم بالقرآن واختلفتم فيه فقوموا عنه. ايوه انا. ليش كذا؟ امبارح انا اتصل بك امبارح. الآن انكرت، قلت لست انا. عجيب والله العظيم. انا ما فهمتك صح، ما فهمتك ما صح. فهمتني. خلينا بس إن علينا جمعه وقرآن. إن علينا ليش جمعه تنكر هذه وقرآنه. الآية؟ طيب وين يجمعها؟ وين يجمعها في الآخرة؟ إيه؟ طيب إيه يوم القيامة ولا شنو؟ أولا إن علينا جمعه وقرآنه، علماءك قالوا إن علينا جمعه أي نجمعه في صدر النبي. هذا أولا. ثانيا، هذه الآية لم تنزل على عثمان على أنه هو المكلف من قبل الله أن يجمع القرآن. ثالثا بس هو نبيك، اللي جمع. ما هو بلطجي. ثالثا نبيك ضرب عثمان بأوسخ جزمة وقال خذوا القرآن من ابن مسعود، وبذلك أن ماشي. أبي بن كعب وقال أبي بن أبي كعب وفي الحديث سمع قراءة مختلفة وأنكرها فوكزه الرسول. فلا تنكر القراءات أبدا. هذا مو دليل أن القرآن طيب جيد. مو محفوظ. جيد. فهل أنت مؤمن أن ما قرأه الصحابة طعنا على عثمان هي قراءات؟ نعم أعد السؤال. هل أنت مؤمن أن ما قرأه الصحابة ردا على عثمان هي قراءات؟ اللي هو إيش؟ يعني الآن مثلا ابن مسعود يقول قراءات السبعة. السبعة. هات لي من قراءات السبعة. نعم. من اللغات السبعة. مثلا ابن مسعود يقول والذكر والأنثى، وعثمان كتب وما خلق الذكر والأنثى. جيد؟ تمام. هل هذه قراءة وهذه قراءة؟ صراحة ما أدري، بس إذا كانت من القراءات السبع، من اللغات السبع أي نزلت في العرب فهي صحيحة. جيد. فهل يجوز لي أن أمسح قراءة عثمان وأضع مكانها لا ما تمسح، تقرأ فقط. ليش ما أمسح؟ ليش؟ واي؟ والله كارثة. أنت شوف. والله كارثة. ليش أنتم عندك تدافعون عن يعني مصحف عثمان؟ عندك تشريع بالمسح. ليش؟ عندك تشريع بالمسح. ليش عندي تشريع؟ ما في. ليش نحذف؟ ما هو أنت عندك تشريع أني لا أمسح. يلا هات. عدم وجود الشيء لا ينفي وجوده. جيد. فأنت ما عندك نص على أنني لا يجوز أن أمسح، فلماذا حرمتني من أن أمسح؟ ممكن يكون فيه، ممكن، بس يعني ما فيش يا حبيبي، خذها مني. ما فيش يا حبيبي، ما فيش. خلاص لا تحذف ولا ما تحذف. لا أحذف.
تقرأ بس. لا احذف، انا مش عاجبني قراءة عثمان عشان مش حلو. يا ابني يا ولد، احنا مأمورين بالقراءة فقط. مأمورين. مين اللي امرنا؟ يلا. ربنا ورسول والصحابة. يا والله العظيم تقرا لك مجله غير مجله الاهرامات ولا الجمهوريه، يعني 100 تاخذ اجر وثواب عليها، احسن مما تاخذ قران نبيك لم يشرعه لك. فقط الشيعه عندهم تشريع عن الائمه المعصومين اللي هم في عقيدتهم مشرعين، اما انت نبيك مات ما عنده تشريع، لم يترك لك تشريع، وترك القران مبعثرا، حتى ربك لم يحمي القران من الدجاجه والماعز، حتى ان عائشه القديسه الكبرى عندكم النبيه المرسله وهي خاتمة الأنبياء والمرسلين قالت أن الداجن دخل علي يبا وكلا كلا له 18 19 آية. عموما فأنت الآن اللي من قرأ آية فله بعشر أمثالها. نعم هذا دليل. نعم. لا نأكل من آية إلا ونأتي بمثلها. استغفر الله العظيم. ابداع والله. في طاقه بعد الفطور، انا كنت اطلع قبل الفطور كنت متعب، اليوم بعد الفطور في طاقه، تحس في طاقه. طيب انت الان انت عندك دليل. المطلوب من عندك يا صديقي انت المطلوب من عندك شيئين. جيد، ان تاتيني بنص يقول لا يجوز ان امسح قراءه عثمان واضع مكانها قراءه ابن مسعود، هذا اولا. والنص الثاني، من أوجب علي أن أعمل بقراءة ابن مسعود على نحو أن لا أمسح منها شيء. جيد 100. عندك سؤال ثاني يا حبيبي؟ لا ما في. 100 يا حبيبي، شكرا. ممكن نتناقش في عائشة؟ في الله يلا. عائشة انت يعني معتبر عائشة شنو؟ منافقة، عاصية؟ غير شريفة، لا يوجد عندها شرف عند السنة والشيعة. تمام. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت. ليش انت مالك بيها؟ مو مشكلة. 100. هذه الآية لو طبقت بالفهم اللي أنت فهمته مو مشكلة، أحاسبك على قوانينك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. يعني شنو؟ يعني عائشة حينما رضعت غلام أيفع شاب حصرته وشافتها السيدة أم سلمة في صحيح مسلم، هي اللي راح تتحاسب مو أنت. لكن إذا مع احتراماتي إلك أختك الكريمة تعلمت من عائشة وجابت لها شاب من الحتة ورضعته، أختك راح تتحاسب وأنت راح تتحاسب. فهنا لا يضركم من ضل إذا اهتديت. خلي اللي يضل يضل. أنت تقبل أختك ترضع يعني شنو؟ مالي دخل. أنا مسلم موحد أؤمن بالله فقط، ماليش دعوة بحد غيري. طيب ممكن عليكم أنفسكم. كارثة. حتى لو منافق. طيب مو حتى لو منافق. طيب ما هو حتى لو كافر. طيب مو مشكلة يا حبيبي، مو مشكلة. طيب اترك عنك أختك، ممكن أنت تروح ترضع، هاي شلون؟ استغفر الله العظيم. ليش؟ هذا حكم خاص. حكم خاص لمن؟ لسالم مولى أبي حذيفة. طيب إذا هو حكم خاص لماذا عملت به عائشة؟ يلا بطتنا بطتكم. يلا ما هو خاص سيدة العاش. الو لا لو سمحت لا تجنني. هو حكم خاص لسالم مولى أبي حذيفة يرضع من أم حذيفة، أما خاص العائشة هاي أول مرة أسمعها. ما أدري والله. ما تدري ما قالوا كذا. هو حكم خاص يعني عموما، يعني حكم خاص. نعم هذا القول أنا أعرفه، هو من قول بعض علمائكم، قالوا أنه حكم خاص أنزله النبي صلى الله عليه وسلم نزل السلم لسالم مولى أبي حذيفة، أن أم حذيفة سالم صار بغل كبير عند ذو لحية، فقالت له أبو سالم يغار. ما في أمر بالرضاعة. أنت ليش؟ نعم هو عندك القرآن. أنا راح أقول لك من القرآن الآن، هذا قرآن البخاري ومسلم هم بمثابة القرآن. فجاءت أم حذيفة فقالت له يا نبي صلى الله عليه وسلم أبو حذيفة يغار من سالم، وسالم صار ولد شاب بلغ ما يبلغ الرجل بلغ ما يبلغ الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه. المرأة انصدمت تخربطت، حطوا رشوا عليها مي، قالوا لها يبا قومي، قالت معقولة هذا نبي؟ قالوا لها اي والله نبي، ما قومي.
فقامت فقالت له: يابا أنت يلي تدعي النبوة، كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم صدمها صدمة قاتلة، فضحك وقال لها: قد علمت أنه كبير، أرضعيه. خطية المرأة من مكانها للمستشفى، بقت لها شهر مدري 3 أشهر إلى أن طلعت، خلاص صارت عندها أمراض مزمنة وصار عندها ضغط وسكر وما فارقها، وصارت عندها أو يعني أمراض خطية وأشياء كثيرة جدا من قوة الصدمة اللي تعرضت لها من ساحة النبي عليه الصلاة والسلام في كتبكم. عموما هي لم تستسلم، فبعدما خرجت من المستشفى وهي كانت في مريضة، أرضعت سالم مولى أبي حذيفة، فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: ترانا رضعته والحمد لله أبو حذيفة بعد ما يغار علي، بدأ يحب سالم. علماءك ماذا قالوا؟ قصة حلوة مو مؤثرة، والله مؤثرة خالص. لا والله يا أخي مبدع، مو بيدك مبدع. طيب نرجع لهذا، نترك السيناريو ونرجع لهاي. فعلماءك ماذا قالوا؟ قالوا أن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة، اللي أنا سميته أول راضع في الإسلام. من هو سالم مولى أبي حذيفة؟ علماء قالوا أنها رواية خاصة فقط لسالم، فتوى خاصة فقط لسالم. المصيبة هنا أنت حينما تقول ما قاله علماءك أنها خاصة لسالم، نحن نلزمك ونقول لك إذا كانت خاصة لسالم، من أجاز لعائشة أنها ترضع شباب قريش؟ كيف؟ الو. خلص اسمعني عود بعدين من الشاشة زين، واسأل علمائك. يا أهلا بك، شكرا لك. قلت شيء ما تتحمل مسؤوليته. عفوا. الو. قلت شيء ما تحملت مسؤوليته، بعد تراجعت. شنو رضعة الكفار ولا أهل قريش؟ شلون؟ طيب مو مشكلة، هو علماء قالوا أنها خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، فنحن نقول ما لك دخل بيها، إن شاء الله تكون كافرة، ما لك أنت بيها. أي نعم. فلماذا عائشة عملت برضاعة الكبير وهي خاصة لأم حذيفة، وهي هم جابت لها رجال ورضعته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خاصة لعائشة خاصة ليس لم يقل لأمه. وين خاصة لعائشة؟ أنطيني دليل، هذا ماكو، هذا الكلام خطية مسكين. وكان موجود فين؟ أنطيني دليل على أن رضاع الكبير نزل خاص لعائشة. هو الحديث عن عائشة صحيح؟ أي نعم، يعني هي عائشة موجود في بيت عائشة كان. طيب مو مشكلة، راح أجي وياك جاية حلوة. أنت تقول أن رضاع الكبير خاص لعائشة صح؟ نعم. طيب العلماء يقول. طيب هي منين ترضع وهي ما صار عندها طفل؟ عيل صغير، انت مخك عيل صغير والله العظيم. تبي ترضع انت ومتعه ورضاعه، الدنيا محترقه عنك. سب ما راح اسد الخط عنك، ما راح سب تجوز. يلا، حترضع منين وما عندهاش عيل؟ ولا كان عندها عيل ولا مؤاخذة من الزريبة؟ اسال علماء الفسيولوجي. طيب ماشي، ما انت تلقى جواب رد علي. شكرا لك. شكرا.